اللهم صيبا نافعا يا رب. الحمد لله الدنيا عم تمطر. ايه ده؟ هي بتمطر كور يا؟ بتمطر كور يا؟ ايه النوة دي عاصفة ايه دي؟ دي عاصفة الباور رينجرز؟ لا اوعى والله احدف عليكم سبايدر مان. في ايه؟ انا مش عبيط. لا ده جون. وحياة امك جون. والله العظيم ده شايطها من على بعد 200 كيلو. هو انا ايه؟ يا طب اهو. والله يا اخوان المنتخب الاردني لحد الان ما قدم 10% من ادائه، المنتخب الاردني لسه بده شغل كثير كبير، ما استغلنا المرتدات وكثير متراجعين بالدفاع، بس ان شاء الله الشوط الثاني راح نقدم اداء احسن. اكيد ان شاء الله. عندي احساس قوي حتى لو ضربات جزاء. يا رب انت كمان معانا. يسعد الله الحمد لله. بحبكم يا رب تكون محلول 2-1 يا رب يا رب. شايفكم هتفوزوا 3-1. هنفوز ما راح نخسر في كاس اسيا. احنا الاردن خوا. ولع الاردن ولع الاردن فيضان هيزن زلزال فيضان هيزن. لا 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 ما هذا ورق. والله انك يا حد الله ممثل، اقسم بالله تسلل وما فيها اشي. وفي ضربة جزاء لعلي علوان الحارس هاجم عليه، ضربة جزاء الا ما انحسبت الاردن. ضرب تحكيم، اقسم بالله تحكيم ضده معروف. يا ممثل يا حد الله يا ممثل، اقسم بالله ما تستاهلوا يا المغرب. والله في ضربة جزاء انك كان انتهت وفزنا، اقسم بالله ضرب. شو السيناريو اللي بصير معنا؟ بصوا يعني بعيدا عن مين هيكسب، بما اننا دخلنا في ال2-2 ودخلنا في الوقت الاضافي، بعيدا عن مين هيكسب، الواحد عايز يشكر الفرقتين على جمال الكوره اللي احنا اتفرجنا عليها في ذكرى ليلة الاعظم في لوسيل، ليله 18 ديسمبر 2022. بيفكرونا المغرب والاردن الاثنين بمباراه تاريخيه باداء ولا اروع، بتقريبا اجمل نهائي عربي في التاريخ ممكن ان انت تتفرج عليه، سواء بواحد من الاهداف اللي اكيد هتترشح لجائزه بوشكاش عن طريق اسامه طنان، هدف في الدقيقه الثالثه ولا الرابعه من نص الملعب. الراجل كان لسه بيفكر ازاي يستلم الكوره، علق كوره لزيد ابو ليله من نص الملعب وقال له يا باشا دور على الكوره في الشبكه. لمنتخب الاردن اللي بيعمل ريمونتادا تاريخيه وبيرجع عن طريق علي علوان وبيسجل هدفين، كوره من متابعه بضربه راسيه، ضربه جزاء. منتخب المغرب الناحيه الثانيه عبد الرزاق حمد الله، يعني مش عارف هيحطوا له الكوره فين اقرب من كده عشان يقدر ان هو يسجلها في الشبكه. جنون. اتفرجنا على 90 دقيقه من الجنون، اتفرجنا على 90 دقيقه من العظمه، ولسه في وقت اضافي للمباراه. اعتقد ان على مستوى التاريخ العربي قد تكون هي المباراة الأجمل اللي احنا بنتفرج عليها فعلا. شكرا للمغرب وشكرا للأردن وشكرا لطارق سكتيوي، شكرا لجمال سلامي، شكرا لاثنين مدربين كل واحد ما كانش عنده أي ذرة خوف إن هو يجرب. اشهدوا يا عرب والله هدف صحيح لأبو طه الأردن سجل جول وما مسكش إيده ولغاه عشان المغرب. اشهدوا يا عرب إنه هدف صحيح للأردن، هدف الثاني تم إلغائه. اشهدوا يا عرب إنهم بدهم مش الأردن يتوج بأي لقب مين ما كان خصمه. والله ما لمست إيده ببطنه اجت، والله ما لمست إيده راح لغى الهدف. اقسم بالله غش. مبسوط يا مغربي؟ مبسوط على الفضائح التحكيميه اللي بتصير؟ مبسوط؟ الف مبروك الشعب المغربي، بس قسما بالله الهدف تبعنا يا اهل المغرب انه صحيح وانظلمنا، بس ببارك لكم بكل روح رياضيه وفزتوا بالفريق الثالث وانتوا ابطال على راسي من فوق. بس يا كرة القدم يا ايان يا ايان يا رجل.
يا تعليق اقسم بالله كسر قلبي. حرام عليكم والله بنستاهل الفرحة، اقسم بالله مو مكتوب لنا الفرحة نهائيا.